نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة والمشايخ، أيها الآباء، ضيوفنا الأكارم، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية من القلب تطيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حب حبكم أيها الكرام في حفلنا المبارك هذه الليلة، في الحفل الختامي لهذا العام. فاليوم نحتفل وإياكم بطلابنا المختبرين في اجتياز المرحليات والمتميزين خلال هذا العام الدراسي 1437 للهجرة النبوية. وخير بداية لحفلنا نقدم لكم صورة حية لما كان عليه أبناؤكم من الترتيب آل الكتاب خلال تلك الرحلة. مع النموذج الأول يتلو عليكم الطالب نزار فارس أحمد غالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. مشايخنا الفضلاء، أساتذتنا الأجلاء، ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم هذه الكلمة نيابة عني وعن زملائي الطلاب في مجمع حلقات للنظير بجامع أبي هريرة. ومريم ابنة عمران التي أرسلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أقف بين أيديكم حقيقة أنه شيء يثلج الصدر، أن كان حلما وأصبح حقيقة أن تكون في هذه المحافظة المباركة مجمع قرآني ولهم الثبات على دينه. أما الوقفة الأولى أيها الأحبة، هذا العمل بدأ بحلقة طلاب لا يتجاوزون تقريبا 20 طالب، وكنا في تحديات حقيقة. وجدنا أن هناك إقبال كثير من الطلاب، وبعد توفيق بدأ أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الطلاب، فما كان من أولياء الطلاب وما كان من أهل الخير إلا أن يدعموا هذه الحلقات. ثم جلبنا معلمين في هذه الحلقات، والله يا أحبة ما قامت إلا على أكتاف رجال صادقون. نتمنى والله أن يأتي من أثرياء هذه المحافظة فيتبنى هذا الجانب ويتبنى هذه الحلقات، وتكون له بصمة ويكون له عمل صالح أمام الله عز وجل، أن يكون مشرف وأن يكون يصرف على هذه الحلقات في جوائزها. والله يا أحبة أن المصروف السنوي لهذه الحلقات ولهذا الجامع ولبرامجه والمكافآت والرواتب للمعلمين ولخادم المسجد تقريبا 60,000، فما أتت والله إلا من أهل الخير، من الكبير والصغير ومن الذكر والأنثى. هنيئا لكم، قلوبكم تحب القرآن، قلوبكم تحب بيوت الله، قلوبكم
ثم أيها الأحباب تريد ما عند الله والدنيا قصيرة. القرآن أيها الأحباب ما أعطينا حقه، القرآن ما أعطينا حقه، ولا عرفنا الزوجة ولا عرفنا الأولاد ولا عرفنا البيوت بناتجه أو بنواتجه المباركة. ولذلك أيها الأحباب آباء هؤلاء عرفوا فضل القرآن فألحقوا أبنائهم بهذه الحلقة. هؤلاء الأبناء وآباؤهم هم أهل العلم. الجاهل أيها الأحباب هو الذي يجهل حق الله، الجاهل هو الذي يجهل حق القرآن، الجاهل هو الذي يجهل العبادة ويجهل القرب من الله عز وجل. أيها الأحباب فإنني والله أوصي نفسي وإياكم أولياء الأمور بأن الذي ابنه لم يلتحق بهذه الحلقات يعتبر أنه في منام، والله يعتبر أنه على هامش الحياة. يا أخي ربما هذا الابن الذي يسعد في الدنيا والآخرة تاج على رأسك يوم القيامة، تاج على رأسك يوم القيامة. أبشركم أيها الأحباب أن في هذه المحافظة فيها خير عظيم، وأول الخير الذي ترونه والخير الذي ترونه القائمين على هذا الكلام. أنا أقول أيها الأحباب هذا جامع مبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للقائمين عليه. والله إنني أتلذذ بسماع أخباره. هذا جامع مبارك وسيأتيكم بإذن الله عز وجل ما تظن، والجوامع الأخرى ليست بأقل منه بإذن الله عز وجل، لكن مساجد الله والذكر يرفع الله عز وجل بها أقوام. الأمر الآخر أيها الأحباب فإنني أوصي بالتعاون والدعم لهذه الحلقات المباركة. كتاب الله كتاب الله كتاب الله به أسرار به أسرار